على مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن لهم أن يصلوا إلى هذا المقام الكريم الذي زكاه الله عز وجل من فوق 7 سماوات، فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. في هذه الوقفة البسيطة التي دعت إليها جميع القوى الوطنية التي تحب الله ورسوله وتحب الخير لهذا الوطن، نبدأ هذه بكلمة للأستاذ حسن عبد الله، فليتفضل مشكور. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقدوتنا وإمامنا محمد رسول الله سيد الأولين والآخرين، وخاتم رسل الله إلى الناس أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى كل من سار على نهجه واستنى بسنته واتبع طريقه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أتظنون أن حقد الحاقدين ينال من مقام نبي قال عنه ربه سبحانه وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم؟ أتظنون أن حسد الحاسدين ينال من مكانة نبي قال الله عن دينه: وإنك لعلى الحق المبين؟ أتظنون أن حسد الحاسدين ينال من شرف رجل قال الله عن طريقه: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم؟ أتظنون أن شنآن الشانئين ينال من عرض محمد صلى الله عليه وسلم وينال من قربه من ربه؟ والله سبحانه وتعالى الذي قال له: واصبر لحكم ربك إنك بأعيننا. أتظنون أن سفاهة السفهاء وسفالة السفلة وفعل الصغار ينال من مقام النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن مثل فعل هؤلاء ومثل النبي صلى الله عليه وسلم كتافه أراد أن يعكر صفو المحيط فألقى فيه بحجر. إن مثل هؤلاء ومثل مقام النبي صلى الله عليه وسلم كرجل أراد أن يهز الجبل فضربه بعصاه. إن مثل هؤلاء ومثل رفعة النبي صلى الله عليه وسلم كمن أراد أن ينجس المحيط فألقى فيه بقارورة من القاذورات. إن مقام النبي صلى الله عليه وسلم وشرف النبي صلى الله عليه وسلم ورفعة النبي صلى الله عليه وسلم لا ينالها مثل هؤلاء،
فرفعة النبي صلى الله عليه وسلم رفع الله سبحانه وتعالى قدره رفعة عظيمة، فجعل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مع ذكره 5 مرات كل يوم. لا اله الا الله محمد رسول الله. والله سبحانه وتعالى الذي قال ورفعنا لك ذكرك، فمن رفع ذكره الله سبحانه وتعالى لا تحطه البشر، ومن رفع قدره الله سبحانه وتعالى لا تحطه البشر، ومن كرمه الله سبحانه وتعالى لا يهينه البشر، ومن حباه الله سبحانه وتعالى ونصره لا يخذله البشر ابدا. ايها الاخوة الاحباب، ان نصرة محمد صلى الله عليه وسلم واجب علينا جميعا. ان نصرة محمد صلى الله عليه وسلم فرض علينا جميعا. ان الزود عن عرض محمد صلى الله عليه وسلم فرض فرضه الله سبحانه وتعالى علينا جميعا. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يقول إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. إن الله سبحانه وتعالى أوضح أن محمدا صلى الله عليه وسلم منصور بنصر الله وتأييده، وبنصر الملائكة المقربين، وبنصر المؤمنين الصادقين حتى في أتفه المعارك وأقلها. إن محمد صلى الله عليه وسلم لما تآمر عليه زوجاته قال الله سبحانه وتعالى لزوجاته، قال الله سبحانه وتعالى لزوجاته إن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. انظر، زوجتان تظاهرا عليه فكان الرد من الله سبحانه وتعالى حاسما. ان تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. ايها الاحباب، كي لا اطيل على حضراتكم في امر تعرفونه وتوقنون به وتعملون له، وانا واثق من هذا، واثق ان كل مسلم من المسلمين يضحي بروحه وبنفسه وبدمه وبأولاده وببيته وبالدنيا كلها فداء لعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن السؤال الأهم الآن، لأن الكثيرين يتيه من تحت أقدامهم الطريق، السؤال الآن كيف ننصر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف نزد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن الذين يقفون مثل هذه الوقفات السلمية التي تعبر عن استنكارهم الإساءة إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم، والتي توصل صوتنا للعالم كله، ينصرون رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الذين يكسرون ويعتدون على الآمنين ويعتدون على المستأمنين، إن غير المسلمين الذين دخلوا بلادنا دخلوا بعقد استئمان منا يخالف الشرع ويخالف النبي محمد صلى الله عليه وسلم من يعتدي عليهم. إن الذين يكسرون ويعتدون على المستأمنين لا ينصرون محمد صلى الله عليه وسلم، بل يخذلونه، بل لا يطبقون شرعه، بل يعتدون على سنته، بل يشوهون صورة الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. إننا نريد أن نفوت الفرصة على أولئك الذين أساءهم أن تستقر مصر. أساءهم اليوم أن مصر دخلت في حالة من الاستقرار، بل دخلت في حالة من جذب الاقتصاد والمستثمرين الخارجيين. فكل يوم نسمع عن المستثمرين جاءوا إلى مصر، وكل يوم نسمع عن ارتفاع في البورصة المصرية، وكل يوم نسمع عن استتباب لحالة الأمن. كل ذلك أساء من يحبون هذه البلد، فأرادوا أن يشعلوها فتنة،
فاخرجوا لا فيلما وانما فيديو تافه قذر آثم خائن مجرم، كل هدفه ان يحدث في هذه البلد قلاقل، ان يحدث في هذه البلد عدم استقرار، ان يعطل المسيرة التي بدأت، ان يعطل الثورة التي نجحت، ان يعطل التقدم الذي نريد. فنريد ان نفوت عليهم هذه الفرصة، فهذا هو نصرك لمحمد صلى الله عليه وسلم. ان الذين يعتمدون سنة محمد صلى الله عليه وسلم، الذين يعتمدون القرآن والسنة منهجا يسيرون عليه في السياسة والاقتصاد والاجتماعي ويجعلونه مرجعيتهم، ينصرون محمد صلى الله عليه وسلم. اما الذين يعتمدون على الليبرالية والعلمانية وغيرها لا ينصرون محمد صلى الله عليه وسلم. ان الذين يطيعونه في افعل وما تفعل ينصرون محمد صلى الله عليه وسلم. اما الذين يعصونه لا ينصرون محمد صلى الله عليه وسلم. ان الذين يهتدون بهديه ويتبعون سنته ينصرون محمد صلى الله عليه وسلم، والذين لا يهتدون بهديه ولا يتبعون سنته لا ينصرون محمد صلى الله عليه وسلم. يا ايها الذين امنوا كونوا انصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين: من انصاري الى الله؟ قال الحواريون: نحن انصار الله. فامنت طائفة من بني اسرائيل وكفرت طائفة فايدنا الذين امنوا على عدوهم فاصبحوا ظاهرين. اللهم انصرنا وانصر رسولك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلنا من الذين ينصرونه ويؤيدونه بطريقة صحيحة. اللهم امين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والسلام عليكم.